والله العظيم يا جماعة كلامي مش مقصود لأي حد إن كان، بس كلامي لمسألة الحرام، لمسألة الناس اللي عايشة بتاكل حرام من أي حتة، وتيجي تقول لي الظروف والجوابات، وتيجي تقول لي أصل أنا مش قادر أصرف، فبتمد إيديها في إيد غيرها وبتقبل كل حاجة حرام. أحب أبشرك وأقول لك بس اللي أنت ما أنتش عايش كتير، صدقني هتتلذذ بها يوم واتنين وتلاتة واربعة وهتملي كرشك بفلوس حرام مدخلها على اهل بيتك وعلى عيالك، وقابلها بمنتهى الثقة. ولو سبتها في يوم من الايام ومشيت، وكده كده انت هتسيبها لعيالك واحفادك. انت مأكل عيالك ومأكل احفادك حرام، ودخلت القبر اتحاسبت على اللي انت عملته كله. يا عم فوق، ربنا لما بيديك رزقك بيديك رزقك على قدك، ما تبصش لغيرك، ما تخليش الوسواس والشيطان يلعب في دماغك ويخليك تروح لحتة انت ما انتش. صدقني مال الناس كالناس، مهما بنيت ومهما عليت في عماير ومهما مليت كرشك بالفلوس من قوت الناس ومن دم الناس والغلابة، صدقني ربنا عمره ما هيكرمك. لو انت شايف ان في كرم قدامك، ربنا ما هوش كرمك. صدقني هتسيبه، هتمشي وهتورثه لعيالك وعيال عيالك. انت بتعمل الفلوس دي مش ليك، بتعمل الفلوس دي للناس اللي بعديك. ساعة الورث هيقطعوا بعض. يا ريت يا ريت كل واحد بيمد ايده على حرام يفهم ان مال الناس حرام لو شاف ابن الحلال يحسن